خلاص كده اكشن تمام. مساء الفل يا جماعه. النهارده حلقه جديده من بودكاست على القهوه، بس هي حلقه حزينه شويه عشان كان في كلاسيكو وبرشلونه خسران، وبالتالي اباظه زعلان زي ما انتم شايفين كده. ازيك يا اباظه، عامل ايه؟ الحمد لله على كل ايه حال. الاخبار؟ ازيك انت حضرتك؟ اتكلمنا عن الكلاسيكو، احنا مش هنتكلم غير عن الكلاسيكو النهارده. لا يعني هو يعني اول حاجه وقبل اي حاجه احنا يعني شكر وعرفان وتقدير لكل راجل مدريدي جدع على كوكب الارض. ماتشات اللي زي دي لما بتتعكس المفروض يعني يبقى سكور كبير. لا 2 ده 2 1 يعني كان فرق واحد في الاخر. لا مسطوره والله. قول لي ايه رايك بقى في اداء برشلونه في الماتش؟ لا اداء مين؟ مفيش بجد. خلاص يعني خلاص نقفل مفيش. الحلقه، خلاص يا جماعه مفيش اداء وتمام وبرشلونه خسروا، خلاص يعني نقابل الحلقه الجايه. لا كلمني كده. مفيش حاجه اتعملت النهارده صح. مفيش حاجه واحده برشلونه كان متعود ان هو يعملها، عرف ان هو يعملها. جزء من ده طبعا راجع للطريقه اللي ريال مدريد والالونسو اشتغل بيها على انه يقابل الحركه اللي عملها، من هو دايما بيخلي الضغط كان واحد على واحد طول معظم الوقت، او إن طول الوقت قافل العمق قدامك، فبيخلي العمق او النشاط اللي برشلونه دايما متعود ان هو يعمله في العمق مش قادر يعمله بنفس الاريحيه، ووسط انعدام من المرونه او كيفيه التعامل بقى مع الوضع اللي لقينا نفسنا فيه ده. من ناحيه ومن ناحيه طبعا اكيد برضو الغيابات مؤثره، لكن الاثر الاكبر من الغيابات هي حاجه كنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، وهي هذه الثنائيه الدفاعيه الملعونه الجميله. ما بين الاخ كوبارسي والاخ ايريك جارسيا. يعني فعلا اسوء حاله حصلت لبرشلونه هي رحيل انيجو مارتينيز بمسافه عن اي حاجه تانية حصلت ما بين الموسم اللي فات والموسم. هجوميا بسم الله ما شاء الله ما فيش، دفاعيا ما فيش. تشيزني وبيدري طبعا الى حد ما، وفيرمين تقريبا، والباقي ما علاقه صعبه قوي النهارده. هو باين طبعا ان الفريق مش في مستوى خالص، وكان في مؤشرات لكده يعني. كانت اغلب الناس متوقعين برشلونه يخسر، انا كنت متوقع برشلونه يخسر سكور كبير كمان، ف 2-1 ده هم كده طلعوا باقل الخسائر. بس طبعا الشكل وحش جدا جدا يعني، في بجد في حاجات غريبه بتحصل. الاصابات مأثره جدا على الفريق يعني. رافينيا مؤثر جامد جدا جدا جدا. ليفاندوفسكي حتى لو مش في مستواه او سنه كبير او مش بيعمل مجهود كتير، بس برضه عنده الى حد ما عنده سنس خبره كده، بيعرف يعني يظبط بيه الدنيا اكتر من اي حد تاني. الناحيه التانيه ريال مدريد لعب ماتش كويس، بس هو يعني احسن حاجه ريال مدريد عملها ان هو يعتبر بقى كسر هيمنه برشلونه على الكلاسيكو من السنه اللي فاتت، اللي هم 4 كلاسيكو خسرانهم. عشان كده حتى تحس ان الماتش كان متكهرب، يعني تحس ان في نديه في الماتش، رغم ان ريال مدريد كان اقوى. في نديه عشان هم برضو عندهم بيفكروا في الموسم اللي فات. ال4 كلاسيكو بتوع الموسم اللي فات مقصرين. اول كلاسيكو تشابي الونسو، في لعيبه كتير برضو لسه جديده، في شويه تغييرات في الفريق. فريق مع مدرب جديد بيحاول يثبت نفسه، بيحاول ينافس على كل البطولات. فده طبعا كل ده كان مديهم يعني زي دافع، وفي نفس الوقت اللي هو خوف من ان هم مش يخسروا، بس اللي هو خوف على النتيجه، ان انت كسبانين عايزين نامن كده يعني. فده كان مديهم. طبعا بعد الماتش جمهور ريال مدريد فرحان جدا، طبعا حقه اكيد يعني، بس المناوشات بقى بينه وبين جمهور برشلونه كده على النت واصحابنا والكلام ده وكده، انت شايف الموضوع ازاي عموما بقى يعني؟ وكفريق بقى نفسه بيحتفل بالمكسب في الكلاسيكو. هي الترشحات بتاعت كل مره دي طبعا طبيعيه جدا، بس انا عايز بس اخد منها نقطه كده، ان احنا فكره ان احنا نقيم الحجه بشكل او باخر على جمهور الكوره عايز يحبس باي حال من الاحوال. بالظبط. فعادي هيقول حاجه وهيقول عكسها الماتش الجاي وهيقول عكسها الماتش الجاي، ومش هنخلص من الدايره دي. انما فعلا بعيدا عن قصه ان هم خدوا جولات في برشلونه السنه اللي فاتت، وقالوا ان هم كده ده معناه ان بطوله برشلونه الوحيده هي الفوز بريال مدريد، ودلوقتي جمهور برشلونه واخد لقطات احتفالهم وبيقول ان هم كانوا خلاص بطولتهم ان هم كسبونا. بقى هنقعد نلعب اللعبه دي لاخر السنه. لكن فعلا ولا يا معلم، مشهد احتفال ريال مدريد ده مشهد طبيعي جدا 100%. مش معناه ان بطولته هيفوز على برشلونه، زي ما مشهد في احتفالات برشلونه مش معناه ان برشلونه هو بطولته الفوز على ريال مدريد. وكل الكلام ببساطه شديده جدا، الموضوع ده قبل الافضليه الفنيه في حاجه اسمها افضليه نفسيه بتفرق مع الموضوع. انت واحد دلوقتي كسبت ال4 ماتشات اللي فاتت، متهيمن عليك تماما في المنافسه الاهم والاكبر بالنسبه لك على المستوى المحلي. طبيعي جدا وانس ان انت كسرت الموضوع ده، طبيعي هتحتفل بالظبط. بالعكس برشلونه كان في وضع سيء جدا في الكلاسيكوهات، وكان خسر في اغلب الكلاسيكوهات اللي في الفتره اللي قبلها. فطبيعي جدا ان هو لما يخرج من ده يحتفل ويفضل ياكد ويكسب ارض النفس ويكسب افضليه نفسيه قد ما يقدر. وهو ده اللي عمله مدريد المره دي، وهو ده اللي المفروض ان هو هيحاول ان هو يبني عليه بعد كده كمان. طبعا كمان الماتش ده تحديدا كان ليه اجواء مشحونه زياده بسبب كلمتين هوبل كده اتقالوا قبل الماتش بكام ساعه يعني. تمام. او هم ما اتقالوش قد ما يعني ما تنط عليهم لا مؤاخذه يعني. هو حد كان معدي في
الانترفيو رمى الكلمه يا ملعب ملعومه، فكبر الموضوع اكبر من حد. ايه هي الكلمه بقى؟ قصه ان ريال مدريد بيسرق عامه، بس بيسرق بطولات، بيسرق ماتشات، تمام ماشي. احنا نقول مش انت، تمام. مع كامل احترامنا يعني الجمهور يعني يقول الجمهور هو اللي يقول مالك. يعني انت دخل نفسك الدخله دي ليه؟ وتعمل عداوات ليه مع ناس كده كده معظمهم معاك في المنتخب اصلا؟ ايه رايك في تصحيحات لامين يامال عموما؟ انا والله انا طول ما انا بكسب اقول اللي انا عايزه، لما اخسر يبقوا بقى هم كمان يقولوا اللي هم عايزينه. هو الموضوع هو قال كده، هو قال كده السنه اللي نص فاتت يعني. هو قال كده نص. واتمنى اكون قادر اتقبل ده دلوقتي، لان هو تعامل مع الموضوع كما لو كانت دايما، او كما لو كانت في حد هيهيمن على الثاني طول 10 20 سنه مثلا، وانا هقعد انجد فيك ال 10 20 سنه دول مش هتعرف ترد عليا. مش هيحصل ومش حقيقي، ولو وارد الحدوث مش هيحصل في الوضع الاقتصادي من الجنيه بتاع برشلونه باي حال من الاحوال. ما تضمنش حتى ان قصه ان هو ياخد قلم فهيفوقه ولا الكلام ده. هو طلع معاه من جل ربنا، عمل كل حاجه بسرعه جدا، فده طبيعي جدا يوازين انتفاخات مرعبه في الايجو. يعني طبعا الغرور ده ناس بتسميه طبعا على حسب ما بتبقى عايزين، ناس بتسميه ان هي دي ثقه مفرطه وبتاع، لا هو بالنسبه لي غرور وسلوك مقرف ان كان مين اللي عمله يعني. بس الفكره ان الناس ما تبصش للناحيه الثانيه من القصه، اللي احنا ماسكين في رقبته ده عيل عنده 18 سنه، عيل محتاج اللي يربيه، محتاج اللي يربيه فعلا. وجزء كبير فعلا من المشكله انه ما اترباش، هو شافش تربيه شافش تربيه حرفيا. الادب. ما هو مين اللي هرب؟ انا كتبت بوست بعد الماتش يعني بنتقد فيه العيله بتاعته، سلوكهم وتصرفاتهم، فالناس مش عاجبها، يقول لك انت كده عنصري وبتاع. لا يا جماعه مش عنصري ولا حاجه، هو جاي من عيله ما يعلم بالله ربنا، عيله ما شافتش تربيه بربع جنيه، ما صدقوا كلهم بقى معاهم فلوس عشان كل واحد يشوف مصلحه. مفيش حد بيوجه، مفيش حد بيربي. ده عيل صغير يا جماعه، ده عنده 18 سنه. 18 سنه ده يعني مفيش، يعني لحد دلوقتي المفروض ياخد مصروف. امه عامله ابلكيشن، الناس اللي عايزه تنزل تقعد معاها تفطر وتتغدى وتتعشى عشان هي لامين يامال، بس هو كده ينزلوا تحجز معاها وتدفع لها فلوس، تنزل تقعد تفطر معاها او تاكل معاها او تتعشى معاها عشان هي خاطر امه بس. ده بجد يا جماعه، ده الكلام ده حقيقي، مش بنألف يعني، مش بنهبط. لا عامله اوفر ب 800 يورو على الباكج اللي انت قلته ده، والزياده عليه كمان هتصور معاها اهو. يعني دي لعيب من احسن لعيبه العالم، مستغليه بس اسم ابنها. ابوه بياخد منه فلوس يصرف، يعني ابوه هو اللي بياخد المصروف من الواد. طب ازاي؟ قبل الماتش قال لك ده انا قاعد انا بطبخ هنا، هو ابني بيطبخ في ريال مدريد. يا عم انت مجنون ولا ايه يا عم؟ استنى الماتش يعني. طب الواد الصغير مستعجل ومش عارف انها رايحه جايه، مش عارف ان انت المفروض تكسب الاول وبعدين تقعد تتنطط قبل سبق كل حاجه. انت الكبير، تخيل ان ده الكبير بتاع العيله دي. هو مش كبير العيله يعني، مطلق امه متجوزه واحد تاني، الواحد التاني ده برضه قاعد ما بيعملش اي حاجه غير ان هو بياخد فلوس من امه، اللي هي فلوس الواد لامين يامال ياخدها يصرفها. تمام. واخوه التاني الصغير العيل اللي عنده بقى داخل خلاص على 14 سنه ده ماشي بالبزازه لحد دلوقتي. مش فاهم في ايه يا جماعه، والله ايه العيله الغريبه دي. ولما كتبت كده بقى الناس مش عاجبها، يقول لك عنصري. يا عم عنصري ايه يا جماعه؟ ما انتوا شايفين بعينيكم. هو الفكره بس ان الناس ما بتحبش تنتقد اللعيبه اللي بتحبها. الموضوع ده برضه موجود في مصر، اهلي والزمالك مثلا، انت عندك لعيب انت عارف ان هو لعيب جامد وكل حاجه، بس تيجي تنتقده مثلا فتره يكون مثلا بيعمل حاجه معينه، مش ملتزم في الملعب، مش ملتزم بره الملعب، في حد يقول لك لا طب ما تسانده مش عارف ايه. يا عم هنسانده كل حاجه، بس الواد ده محتاج اللي يربيه، ده مفيش حد يربيه. حد من اصحابنا كتب لي اصل ما هو ابو ميسي برضه بيكسب فلوس من ورا ميسي. ابو ميسي ده وكيل ميسي، بيخطط له حياته، بيشوف بيطلع له افضل القرارات، افضل الخطوات اللي ياخدها عشان ابنه يحقق اكبر مكاسب فنيه وماديه، فبالتالي هو كمان يكسب من وراه، مش قاعد باخد منه مصروف. ولو حتى فرضنا ان خورخي ميسي ما بيعملش كل الادوار، فهو على الاقل مش عامل دوشه. ابوه والواد محترم يا جماعه، ميسي محترم يا جماعه، احنا هنهزر. الواد من هي بنت عرفها في ثالثه ابتدائي، فضل معاه لحد ما اتجوزها ومخلف منها 3 عيال اهو. الثاني دوت ربنا يعلم بقى، من اول ما مش هنقول بقى من اول ما طلع البطاقه، خلاها من اول ما طلع البطاقه وهو ماشي مع البنت اللي ما اعرفش يقابلها فين ديت، خلص عليه. هي دي الرابعه يعني تقريبا، دي رابع واحده، دي رابع واحده هو اساسا هو من قبل يعني بنات كمان في ال 10 ايام الاخرانيين اللي قبل عيد ميلاده 18. هو حبيبي يعني عمليه باظت خالص. بس عايزين نتكلم بجد بقى في الموضوع ده. احنا ما هو هنتكلم بجد، بس الكلام ده كله ما هو يا جماعه بيأثر، ما هو الكلام ده كله بيأثر. العقليه هي اللي بتأثر اكتر بالظبط. المشكله مش في الموضوع ده في حد ذاته. ايوه، ما انا قصدي، ما هي قصدي اللي هو عدم الالتزام عموما، ما هو يأثر على لعيب الكوره. انت عارفين لعيب الكوره ده التزام، والحاله دي قررت بدل المره 8000 مره يعني. بس خلينا نكون منصفين. بس هو لما بتركز مع الموضوع وبيبقى نمط حياتك كله سهر وشرب وحفلات وبنات وبتاع والكلام من ده، طبعا بينعكس عليك وهيبان عليك عاجلا ام اجلا. هو يمكن لسه صغير في حظه حلو الموضوع ده. يعني مثلا كريستيانو رونالدو في البيك بتاعه، حتى في الفتره بتاعت مانشستر يونايتد لما كان لسه يعني كريستيانو كان يعني فاهم في لسه من العلاقات النسائيه غير معروفه لحد النهارده.
وكان نمط مستمر لحد ما استقر فتره مع ايرينا شايك، بعد ثم مع جورجينا رودريجيز وحقها. بس هو بالاخر برضه هو عارف عايز ايه، وكل ده ما بيأثرش عليه زي ما انت قلت، يعني مفيش حد عارف حاجه. مش ده يا باشا انت كل يوم فيديو متسرب. وحتى لما كان الناس بتعرف حاجه، هو كريستيانو كان طول عمره ستريت تو ذا بوينت. هو رايح يعني انا عندي واحد اثنين ثلاثه هعملهم، انا واحد اثنين ثلاثه دول هعملهم من الاول، بعد كده هعمل اي حاجه ثانيه. بالظبط. مش عايز اخش كده. عايز تقول كلمه تاني؟ تعالى استنى بقى، ثواني بقى، استنى او انها ما تلعبوش في ده. خد يا باشا، خد المايك ده اهو. ايوه بس كده الفكره، بس ان لامين احنا مركزين على فكره ان هو دي رابع واحده او نيكول او لا بسبب تصريحات الحراق. كونك حولت حياتك من انها مجرد كوره لان هي لايف ستريم مباشر 24 ساعه، فبالتالي اي كوره غلط نص مشجعين برشلونه هيقول لك ايه لامين يامال. انت لو بصيت دلوقتي مثلا على السوشيال ميديا هتلاقي كل ما حدش بينتقد لامين في حد ذاته، لا انت هتلاقي ثلاث ارباع الانتقادات صاحب نيكول اللي بوظته اللي عملته. ده ليه؟ لان هو قرر ان هو حياته نفسها ما تبقاش ليها علاقه بالكوره بس. هو ده ماركتنج بحت، صح؟ كونه اصلا خرج نفسه من الفكره دي، على عكس كريستيانو. طبعا كريستيانو كان بيعمل الا ان هو كان على قد ما يقدر بيحاول يعزل حياته العاطفيه او الخارجيه او بره الملعب، يعني لدرجه ان في ابن عنده ابنه تقريبا مغاوري ده ما يعرفش ابنه كريستيانو جونيور ما يعرفش مين امه، يعني فاهم؟ ومحدش عارف، والدنيا كانت كان حياته بايظه خالص، بس هو كان بيعرف يعزل ما بين ده وده، تمام. لكن ده هو اصلا بيبيع نفسه ان هو مش لعيب كوره بس، لا انا لعيب كوره وجامد جدا وحراق وبقول تصريحات حلوه ومصاحب ثالثه ورابعه وخمسه ونيكول، وزي ما انت شايف جبت لها هديه في عيد ميلادها. هو بيبيع نفسه كده. حاول نتفق او نختلف مع ده الطريقه بتاعه البراندنج بتاعه اليومين دول في العصر اللي احنا عايشين. للاسف. بس هو الفكره في طرق انها تتعمل بتون اهدى من كده، بتون اقل حد يعني. لا هو قرر. كيليان امبابي مثلا هو معرض متحرك كده هو فاهم، هو بيبراند 90,000 حاجه في الثانيه، مع ذلك مش عامل كل نص وجع الدماغ اللي عامل. لا الثاني على الاقل يعني امبابي عنده فايزه فايزه بتظبط له دنيته، بتعرف تماركت له كويس، تمام. ومبابي شغلته بيها مفايزه دي مش عاجباها بغض النظر. لا على دماغي والله، على دماغي والله فايزه مش مشكله، بس هي دي الفكره. ده زي ما انت قلت من شويه، هو ابوه نفسه عايز يتربى يعني عيلته نفسها عايزه تتربى، فاهم الفكره؟ بس فهو القصد من الموضوع مش يعني ايه اللي هو احنا هنيجي على وقت جامد وبتاع، بس هو فعلا حواليه اسره بحاله بطريقه حياه غلط، كلها غلط. فلو ما لقاش حد ان هو يوجهه يظبط له الدنيا دي، هيضيع يعني. مفيش خلاص، مفيش حل تاني. لازم يبقى مثلا وكيل اعمال بقى، يبعدوا عن الكلام ده كله. الشركات اللي بتدير حد يجي كده هو يسلم له نفسه، هو يمشيه. هتعمل كذا، هتظهر في الوقت الفلاني، هتعمل كذا، هتبعد عن دي، هتمشي مع دي، يظبط له الدنيا. لان غير كده الوضع هيضيع. هو اوريدي وكيل خورخي مينديز، يعني هو اوريدي بيطلع فلوس من اي حاجه فلوس بتتعمل. بس عايزين بقى حد تاني يوجهه، يعني عايز حاجه شبه مينو رايولا زمان كده مع ابراهيموفيتش، بالظبط. بيمسكك كده ينفضك، يفهمك تعمل ايه وما تعملش ايه، وانت وسامعك برضه. ما هو يعني من الواضح ان هو شخص ما بيسمعش او ما عندوش حد يسمع، احنا مش عارفين، فده بيخليه. هو عنده حد يسمع عنده حد يسمع بس هي الفكره ان الموضوع دايما زي ما كان حازم بيقول من شويه، ان لما حاجه بيعملها في الملعب بتحصل غلط، الناس بتجري على طول وتقول يا البت اللي مش عارف ايه. بالظبط. هو زي في مصر مثلا، لو كان لعيب عنده مشكله بره الملعب، اول ما يحصل حاجه بص ما انت كنت عامل ايه بره الملعب. هي الكوره كده بتسربت كده. ده يعني مع كامل احترامي للإفيه بتاع شحاته ابو كف اللي داير دلوقتي على التايم لاين، طبعا في الموضوع بيضحك كل حاجه، بس الفكره ان في شويه خرافات كده عماله بتتراكم حوالين الموضوع، مش هتعرف تفككها لان الواد لابس هو لابس الحوار، اي حاجه هتلبس فيه. يعني لما جات له الاصابه الناس جريت على تفسير ليس له قد علاقه بالطب، بس هو التفسير بس هو خلاص هو مفيش كده، هنعمل ايه؟ هو ده اصيب في المنطقه دي، والمنطقه دي بتاعت ده، فخلاص هو ده اللي حصل. يعني اصابه متكرره عند الرياضيين بتحصل كتير جدا بسبب الحمل عاده او بسبب حاجات تانيه. طبعا ده كلام المفروض ده الكلام العلمي. كلام زميلي الدكتوره امنه ايمن على وجه التحديد، يعني هو تقريبا ما بيفهمش حاجه في الموضوع ده، يعني انا مصدق خالص. فالفكره ان فعلا اكتر من حد جات له الاصابه. على فكره ارتور ميجو جات له الاصابه دي في برشلونه، بس ارتور ميجو برازيلي، طبعا برضه نفس الربط اللي عارف ان هو جرينا على نفس التفسير. يا باشا هو جمهور كوره خلاص، هو بيفسر الحاجه زي ما هو عايز، عشان يعني بيفسر الموقف زي ما هو عايز، يا اما عشان ايه بالظبط. ما هو زي اللي احنا بنتكلم فيه، هو حياته بشكل حياته بالعك اللي هو ماشي فيه، هو مساعد ان هو
اي بقى حاجه الناس يعني تقولها تفسرها بالشكل اللي عايزاه. بالظبط، فهتلاقي كل حاجه بتخش في كل حاجه، وهتلاقي نفسك شايل الموضوع كله على بعضه، وهتلاقي مثلا بنتفرج على واحد انتهى تماما عن سن 23 عشان ما لقاش حد يزعق. طب خلاص بقى فكك بقى من الواد ده، خلينا بقى نتكلم بشكل عام عن برشلونه. شايف الموسم بقى يبقى عامل ازاي؟ في الظروف اللي زي دي ممكن تبقى معتمد على ان ممكن تدعيم ما يحصل في يناير يغير شكل الفرقه. طبعا يعني ال 20 جنيه اللي في الخزنه ده تتفق مع هذا الكلام، فما فيش اي حاجه هتيجي من بره بنسبه كبيره، مش اي حاجه هتتغير، انت مضطر ان انت تشتغل باللي معاك. فانا ما عنديش ادنى ذره ثقه في اغلب العناصر عامه بالذات ورا، لان هو بينما نلعن ثنائيه كوبارسي إيريك. وجارسيا، فالحل الثاني هو ايه؟ اراوخو. بالظبط. شفت اللي عمله في اخر الماتش؟ لا صعب بالنسبه لدوري ابطال اوروبا مثلا مش في امل. لا انت هتتدرج كده، هتاخدها ماتش في الثاني، عديت برضه مرحله صعبه، فاضل شويه حاجات صعبه، تاتا كده هتتاهل، هتوصل مثلا لدور 8 مثلا. لو كانت الفرقه مسكت نفسها ورجعت شويه اللي كانت عليه السنه اللي فاتت ممكن توصل سيمي فاينل، لكن العشم الزياده في اي حاجه السنه دي ما شيء غير محبذ الصراحه. انا اتفق معاك الصراحه، الموسم صعب قوي على برشلونه. الاصابات الكتير اللي عارفها اصلا يعني اللعيبه انا هي متصابه على طول، مش عارف هم فين. انا رافينيا شفت اول كام جوله وبعد كده اختفى. ليفاندوفسكي اصلا بادئ الموسم مصاب، بعد كده رجع ماتش ولا ماتشين واتصاب تاني. الحارس اللي اصلا لسه ما حفظتش اسمه ايه، مفيش لعب ماتشين هوب الثالث اتصاب اختفى. فلا الدنيا صعبه. اتمنى يعني الاصابات دي لما ترجع في يظبط شويه، بس ما اعتقدش ان في منافسه على بطولات كبيره ولا الدوري ولا دوري. الدوري ممكن، الدوري لسه ممكن على فكره رغم الفرق مع القطر اللي انت بتنافسه ده. طبعا عادي، هو القطر ده انا بنفسه طول حياتي، فما عادي جدا. طب بس هم السنه دي جامدين طبعا جامدين قوي. يعني واعتقد ان هم الاقرب طبعا بمسافه واضحه جدا الموضوع واضح. بس على ما توصل للدور الثاني ممكن تكون شويه حاجات تتغير، ممكن تكون الفرقه مسكت نفسها شويه، ممكن يكون، ما هي الفكره ان برضو اي حد بيجي جديد كده بايت ستورم زي ما بيقولوا، بيعمل مجموعه من الافكار، بيطبق حاجات، فالفرق بتتخض شويه، مش عارفين لسه يحلوا معاه ازاي. بس مع الوقت بيدرس بيفشوا. وكله بيتحفظ وكله بيتعمل، وما بيبقاش الموضوع بالسهوله اللي كان عليها في الاول. فهو ممكن يوقع، طبعا الخوف الاكبر ان برشلونه بالمنظر ده هيوقع اكتر بالظبط. بس ستيل لغايه ما نوصل لقرب الكلاسيكو بتاع الدور الثاني مفيش حاجه هنقدر نقول انها اتحسمت، الا بقى اذا برشلونه وقع مثلا 6-7 ماتشات ورا بعض بقى خلاص سلم الفوط على يناير الجاي بصراحه. عايز تتكلم حاجه ثانيه؟ حاجه ثانيه حصلت النهارده اصلا؟ لا مفيش بقى، ومفيش غير ماتشات الاهلي والزمالك والحاجات العاديه اللي عدت علينا ديت. لا خلاص. ايه رايك صحيح في الموضوع بتاع صلاح ده، محمد صلاح وخناقه مع سلوت ومستوى ليفربول والعك اللي بيحصل ده؟ سلوت عنده اكتر من مشكله، ونمط استعداء اللعيبه ده متكرر جدا، بس صلاح مكبر الموضوع قوي، مكبر الموضوع قوي. بس صلاح مكبر الموضوع. قعدت ماتش واحد على لا انا ما كنت، انا همسح اسم ليفربول وهمسح صوري مع يعني. لا وماتش في وسط ماتشات كده مش حلو يعني، ماتش في وسط ماتشات كتير يعني عادي بتقعد يعني. وانت لما كان عطائك انت برضو كسر ال 30 بحبه حلوين يعني، صلاح 33 سنه تقريبا دلوقتي لو انا صح يعني. فعادي انك تريح ماتش في وسط الماتشات دي كلها، خصوصا ان انت كمان نفسك مش افضل حاجه يعني. يشوف صلاح السنه اللي فاتت ما يشوفش البدايه دي. بس نور يا ريس، اتفضل علي، اتفضل حبيبي، اتفضل معانا. نور هنطلعك معانا خلاص هتشهر كده. كمل مطول. كمل. فالفكره ان هو مش زي ما كان السنه اللي فاتت، هو مستواه متراجع، ما فيهاش اي حاجه خالص. لما تقعد لك ما تقعد لك ماتش في وسط ماتشات تعالى بقى خلاص مش فارقه بقى، ما يقول لك من اول حبيبي تعالى. فتقعد لك ماتش في وسط 6-7 ماتشات، مش كارثه. كان في ضغط اصلا ماتشات، هم لعبوا يعني لعبوا في اول الاسبوع في نص الاسبوع، وفي اول الاسبوع كان الماتش بقى اللي هو قاعد فيه في نص الاسبوع عنده ماتش تاني في اول الاسبوع، فعادي منطقي انك بس يعني. بس لازم نشيل بشكل هو مش هو لعيب وحيد، صعب الامور جامد قوي. لا هو ادى الموضوع اكبر من حجمه كتير. دي الحاجه الثانيه ان هو مش اللاعب الوحيد في ليفربول السنه دي اللي مش زي ما كان السنه اللي فاتت. هو الفريق اصلا مدشمل خالص، مفيش حاجه. انا يعني بشك جدا سلوت كان عارف داخل الموسم ده وعارف هو عايز يعمل، هو لغايه دلوقتي من الواضح ان هو فعلا مش عارف. هو برضه زي ما انت قلت التصريحات لا العاديه دي، ده ثالث لعيب يكرر معاه، وعملها مع كيركز. مش فاكر كان في ماتش ايه، الماتش اللي هو خد فيه انذار وكان مش عارف لبسهم جون حاجه كده وطلع برضه اتكلم عليه بعد ماتش كريستال بالاس. انا مش فاكر مين اللعيب بالظبط، تقريبا جرافلبرتش، على فكره ان هو حاول ان هو يبني الهجمه والفريق متعادل في الدقيقه 96 حاجه كده يعني. لا وكيركز كان اول واحد قال لك هو اصلا
اللي عمله ده غلط وبتاع برضه يتكلم عليه وحش. وطبعا الكتيكي بقى اللي الارض بس لبس الحوار كله بقى من اوله لاخره، ده لعيب غبي، هو ازاي يعني كده وبتاع، ده انا ولو عارف نقول عليه غبي وبتاع ده. يعني المفروض يبقى في اهدى شويه من هو من ناحيه ومش كل الناس هتسكت، يعني مش كل اللعيبه هتسكت. هم دول سكتوا فيهم يعني 2 لعيبه اول موسم ليهم مع ليفربول، لعيب تاني برضه مش نجم وبتاع، بس الصراحه برضه في الاخر هو بيتعامل ان هو نجم الفريق ونجم الدوري الانجليزي، فلازم التعامل معاه يبقى احسن من كاسيك يعني. ده مش وقت تستعدي فيه واحد من اهم نجوم فريق بالظبط، حتى لو مش تستعدي فيه مستواه. 3 قبله يعني. حاجه ثانيه، ارني سلوت اصلا كل تصريحاته كانت تفتقر الى المنطق، يعني ما فيش اغبى في الدنيا، يعني بما انه وصف اكتيكي بالغباء وهو فعلا كان فعلا غبي، بس ما فيش حاجه اغبى في الدنيا من التصريح اللي قاله قبل ماتش اليونايتد ب 10 دقائق ده، اللي هو طول عمرهم بيبداوا بشيشكو والمره دي حطوا على الدكه كل الفرق بتغير قدامها. طب ايه اصلا دي لك التشكيله قبل ما نبدا؟ مش فاهم يعني ايه اصلا. عادي، ما هي كل مدرب يبقى عنده افكار عايز يطبقها، ممكن يبقى عنده الفكره دي فيها لعيب، فكره ثانيه فيها لعيب ثاني، فتمام يعني ايه المشكله؟ لا انا مش ملزم ان وبعدين سيسكو ده ولا شيسكو ده برضه مش اللي هو يعني مش اللي هو ما قدمش اي اماره يعني لحد دلوقتي ان هو لما يتكلم يبقى في حاجه عادي، هو راكن عشان وحش مثلا او ما قدمش اي مستوى كويس بالظبط. كمالة لعبوا كتير ما عملش حاجه فقال لك غير ابدل، ايه المشكله؟ وبعد كل ماتش يطلع يقول لك احنا ما نقدرش نكسب ماتش كوره، تصريح ده قلت 6 مرات السنه، ما نقدرش نكسب ماتش كوره بالطريقه اللي احنا بنتعامل بيها مع الكره الثابته، يعني لو احنا بنستقبل اهداف من الكره الثابته بالشكل ده فاحنا مش هنقدر نكسب. يعني انا كحد بيتفرج على التصريح ده انا دوري ايه؟ انا كمشجع ليفربول تنزل طبعا في كره ثابته ولا مش عارف. وانا شايف ان ليفربول خلاص الدوري يعتبر بنسبه 90% راح منه خلاص، كان بعد كتير جدا جدا جدا. هو بقى هيبقى الامل بالنسبه له ان هم لو ظبطوا شويه ورجعوا بقى ينافسوا على دوري الابطال، طبعا المراكز اللي بتاهل دوري الابطال في الدوري الانجليزي هو ده اعتقد اقصى طموحهم السنه دي. الدوري ده بورنموث بورنموث ارسنال بيعرف يكسب، ارسنال بيعرف يكسب يعني، وانا اشك ان هو هيفضل يعرف يكسب عشان ارسنال عادي ممكن الماتشات بيكسبها عادي جدا، تلاقي مثلا ماتش ضد ويست هام، ماتش ضد ساندرلاند خسر بطريقه خزعبليه، يقوم السيتي يركب تاني في ويت، هو حظه برضه ان السيتي خسر يعني. فاعتقد ارسنال ممكن يبقى اقرب حد على الورق بس مع منافسه قويه جدا من سيتي. ارسنال السنه دي مزعج جدا لاي حد بيها، يعني عمليه التسجيل في ارسنال دي بقت عمليه معقده زياده عن اللازم يعني الموضوع صعب يعني. فالفكره ان هو كمان مش بيعجز في ان هو يسجل، يعني هو مش بنفس الكثافه او القدره الهجوميه اللي كان عليها مثلا في بدايه ارتيتا، بس هو دفاعيا صلب بدرجه فعلا يعني فاهم مرهقه نفسيا، فهو ما عندوش اي مشكله في الحياه ان هو يقعد يكسب 1 و2-0 كده مثلا، يعني ان انا اخسر هو لو هو ده اللي هيكسبه الدوري خلاص تمام يلا بينا بالظبط، مش لازم اقعد اكسب ب5 و6 وبتاع واجي في النص اخسر ماتش يبوظ لي الدنيا، فلا تمام اللي اكسب بيلعب بيه. في وقعه ليفربول الحاليه في ظل ان سيتي اصلا جاي من وقعه ثانيه فيها، يعني هو عمال بياخد خطوتين لقدام بعد كده كعبل على وشه وبعدين يرجع ياخد خطوتين كمان لقدام وهكذا. السيتي مش ثابت، مفيش فريق واحد ثابت في انجلترا لحد دلوقتي من الكبار المرشحين طبعا اللي متوقع ان نفسهم يكمل معانا للاخر غير ارسنال. بعديه طبعا بورنموث وساندرلاند نتائجه مفاجاه جدا السنه دي، يعني ما كنتش متخيل ان في فريق هيبقى صاعد هيعمل البدايه دي، بس خلينا نقول برضه انها مش اول مره نشوف فريق عامل البدايه دي وبعدين يعني مش هيكملوا او مش يعني في الاخر مش يعني ممكن تلاقي واحد منهم بس في الاربعه او في الخمسه الكبار، لكن مش هيكملوا طبعا بالشكل ده كتير يعني. عايز تقول حاجه ثاني؟ عايز تتكلم عن الكوره المصريه المحليه يا عم ليه دي حلوه والله انا مرضي والله تمام يعني انا مرضي لسه داخلين على وضع قلب في سوبر بالظبط بيجي وقته بقى في دوري ابطال افريقيا وفي كاس وكاس عرب، ده احنا لسه مش انا لسه طويله السنه لسه طويله، لسه كاس هنعمل ايه في كاس احنا هنعمل ايه في كاس يعني هنشوف منتخب افريقي صاعد كده عايز يكتب تاريخ، نعمل لقطه حلوه كده وهعطف عليه ان شاء الله في دور الثمانيه. كاب فيردي موجود ولا خرج؟ كاب فيردي موجود احنا السنه اللي فاتت خرجنا المره اللي فاتت، المره اللي فاتت خرجنا من الكونغو ضربات الجزاء. كاب فيردي كانت في مجموعتنا تقريبا كسبونا لا مش كسبونا اتعادلنا معاهم كاب فيردي كانت معانا في تصفيات افريقيا كسبناهم حسام حسن يا باشا اللي بيجي على السكه بيقعدوا على الدكه على طول الله خلاص يا باشا احنا معانا العميد يا باشا احنا جاهزين لاي حاجه. حضرتك انا المغرب جاي حضرتك انا المغرب ده انا لسه برضه متفائل ان احنا نكسب مش عارف ليه ولو احمد عاطف قلت راح المنتخب هو اللي هيجيب الجول يعني هيبقى سيناريو خزعبلي بعد يعني فاهم يعني هو جول ينتن لا يليق بانهاء العقده طبعا، بس بعد جول كهرباء ده انت ممكن تعمل اي حاجه بالظبط 2017. عايز تقول حاجه ثانيه؟ لا انا كده زي